بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في الفيديو اليوم عن موضوع مهم جدا ألا وهو لو انت دخلت او تعال نشوف ايه هي عواقب المشادات او الخناقات. لو انت دخلت كده في مشادة مع حد او خناقة، ضربته ضربة، الضربة ديت مش ضربة موت، يعني الضربة اللي انت ضربتها له مش ضربة موت، ولكن الضربة ديت أدت إلى وفاته. هنا هتكون العقوبة ايه؟ وهتكون هتتعاقب بايه؟ في في اللحظة ديت انت ضربت الشخص ضربة، ولكن الضربة دي مش ضربة موت، فهو مات، انت هتدخل نفسك هنا او هتشيل قضية ضرب افضى الى موت. طيب، قضية الضرب اللي افضى الى الموت هي فيها ايه؟ انتفاء القصد، ركن اساسي اللي هي انتفاء القصد الجنائي الخاص. ايه هو القصد الجنائي الخاص؟ القصد الجنائي الخاص اللي هو اتجاه نية وإرادة الجاني في إزهاق روح المجني عليه، وده طبعا في القتل العمد ودوت موضوع تاني. ولكن في جريمة الضرب إلى الضرب المفضي إلى موت، أنت كنت في مشادة مع شخص أو ضربت فلان ضربة ما تأديش إلى موت فأدت إلى موت، وأنت هنا هتشيل عقوبة ضرب أفضى إلى موت. وهنا بيكون في انتفاء القصد الجنائي الخاص اللي هو اتجاه نية وإرادة الجاني في إزهاق روح المجني عليه، وديت بتكون عقوبتها في السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات. دي بتكون عقوبتها السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات. فهنا نخلي بالنا المشادات، الخناقات، ما تضربش او ما تحاولش ان انت تعرض نفسك ان انت تمد ايدك على حد. فلنفرض ان الشخص دوت من ضربتك انت ضربته ضربه، فهنفترض افتراض تاني ان انت مديت ايدك عليه او ضربته ضربه فقعد في المستشفى 3 4 ايام، وبعد ال 3 4 ايام مات. هيكون انت برضه هتشيل عقوبه ضرب افضى الى موت، لان الضربه ديت هي اللي هتكون الاساس في ان هو قاعد في المستشفى بعدها 3 4 ايام ومات. هتشيل قضيه ضرب افضى الى موت، وزي ما انا قلت اللي هي بتكون عقوبتها من 3 سنوات السجن، من 3 سنوات الى 7 سنوات. فاحنا هنا نخلي بالنا من المشادات، نخلي بالنا من الخناقات. ما تمدش ايدك على شخص، ربما انت تمد ايدك الضربه اصلا مش ضربه موت خالص، ولكن في الضربه ديت ادت الى وفاته، فانت هنا هتشيل قضيه مش قضيتك اللي هي قضيه ضرب افضى الى موت، وهتكون عقوبتها من السجن 3 سنوات الى 7 سنوات. وديت ثغره قاتله بتكون في جنايات القتل، بتحول جنايه القتل العمد الى جريمه ضرب افضى الى موت. بيستشهد او يقول او يذكر في ان هو انتفاء القصد الجنائي الخاص اللي هو اتجاه نية وإرادة الجاني في إزهاق روح المجني عليه، ويحول جريمة القتل العمد إلى دي ثغرة قاتلة بتحول جريمة القتل العمد إلى جريمة ضرب أفضى إلى موت. فاحنا هنا نخلي بالنا من موضوع ان انت المشادة او ان انت تتخانق مع شخص او تشد مع فلان تضرب الضربة دي ضربة عادية خالص، وانت ما تأديش الى الموت ولكن ادت الى وفاة المجني عليه. في الحالة ديت انت بتشيل عقوبة ضرب افضى الى موت، وفي الحالة ديت بتكون العقوبة السجن من 3 سنوات الى 7 سنوات. طب هتقول ايه اللي نص المادة ديت، او تستشهد بنص ما هو نص المادة اللي بيذكر الكلام ده؟ مادة 236 من قانون العقوبات قالت او نصت على ان كل من جرح او ضرب احدا قتلا أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض الإرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وده نص المادة 236 من قانون العقوبات اللي بتنص على جريمة الضرب اللي أفضى إلى موت. فاحنا هنا في الحالة ديت نخلي بالنا من المشادات والخناقات. ربما أنت تدخل في مشادة مع شخص وتمد ايدك عليه او تضربه ضربه، الضربه دي ما تحدثش الوفاه ولكنها ادت الى وفاته. في الحاله ديت او انت ضربته قعد في المستشفى يومين 3 وبعد كده مات، في الحاله دي انت هتشيل قضيه ضرب افضى الى موت اللي هي عقوبتها بتكون من 3 سنوات الى 7 سنوات. وفي الحاله ديت انت هتلبس قضيه او هتلبس عقوبه انت ما كنتش او ما تقصدش كده
او ما تقصدش بالضربه ديت الضربه البسيطه دي اللي احدثت الوفاه، انت ما تقصدش وفاته ولكنها ادت الى وفاه الشخص، فهنا في الحاله ديت هتتعاقب بعقوبه الضرب اللي افضى الى الموت، اللي بتكون عقوبتها السجن من 3 سنوات الى 7 سنوات زي ما نصت الماده 236 من قانون العقوبات. تحياتي لحضراتكم جميعا.